اهلا بيكم في اول فيديو لينا في ايجر باك اب اند ريستور. الايجر باك اب اند ريستور او الايجر باك اب هو موديول من ضمن الموديولز او جزء كمان من موديول من ضمن الموديولز بتاعه الكورس الاي زد 104. احنا فصلناه لوحده في كورس لوحده لاجل اهميته، لانه من الحاجات المهمة جدا في اي شركة هو الباك اب. والباك اب ده بيتقسم حاجات جوه وحاجات بره الشركه، يعني حاجات بتاخدها جوه عندك اون بريم، وحاجات بتاخدها المفروض بره مكان الشركه بتاعتك. فمن السوليوشنز المحترمه جدا والحلوه جدا واللي هتوفر عليك وقت وتكلفه ومجهود هو السيرفيس بتاعت الايجر باك اب. تعالوا بقى نبدا نتعرف على الاجنده بتاعتنا، واحنا هندرس ايه في الكورس ده. ولما نخلص الكورس انت المفروض تكون استفدت بايه او معاك او تعرف تعمل ايه. اول حاجه هنعرف ايه هو الايجور باك اب بنفيتس، ودي دي اهم حاجه تعرفها. ليه تروح لايجور باك اب؟ ليه تستخدم السيرفيس دي؟ آه، وهنعرف ايه التولز اللي ممكن نستخدم بيها السيرفيس دي، ازاي اعمل الكلام ده، ايه التولز اللي ممكن استخدمها. هنتعرف عن مصطلحات مهمه جدا في الايجور بوجه عام وفي الايجور باك اب بوجه خاص، واللي هي ال ار اس والزد ار اس والجي ار اس. كمان هنعرف الايجر باك اب سيرفيس ديت الدياجرام بتاعها بيمشي ازاي، يعني ازاي بتسحب الحاجه من هنا لهنا عن طريق دياجرام. هنتعرف كمان عن الفرق ما بين الايجر باك اب فال والريكفري سيرفيس فال. ايه الفرق ما بين الاتنين وكل واحده بتستخدم في ايه؟ الجزء العملي بقى هنعمل باك اب لفي ام اي على ايجر، وهنعمل باك اب لمجموعه فايلات من اون بريم، يعني هيبقى من جهاز اللابتوب بتاعنا للايجر. وده يطبق عليه اي فايل سيرفر، يعني احنا هنشتغل على فايل سيرفر. فانت تقدر تشتغل على فايل سيرفر اللي عندك في الشركه وترفع كل الداتا اللي موجوده على الفايل سيرفر ده اون بريم. وهقول لك طرق كتيره في الحته دي، وبالذات لو كمان الداتا بتاعتك حجمها كبير. مايكروسوفت عامله حلول كتيره جدا للحكايه دي.